ماتش ريال مدريد والسيتي ده كان واحد من أعظم ماتشات الأبطال. تعالوا نشوف إزاي الريمونتادا دي حصلت. يتقال عليها القصة الأكثر جنوناً في الموسم. طيب إزاي مستحيل ده اتحقق في ليلة واحدة؟ أول 70 دقيقة كانت لعبة شطرنج بالظبط. الفريقين كانوا حذرين جدا وخايفين من أي غلطة. طيب ريال مدريد عمل إيه عشان يصمد؟ السر كله كان في شكلهم الدفاعي. شوفوا فالفيردي رجع من الجناح وعمل كثافة في النص. التكتيك ده قفل اللعب على السيتي تماماً. في الناحية التانية جوارديولا كان واضح إنه بيلعب بحذر، كأنه كان خايف يكرر هزيمة قديمة. لحد الدقيقة 73 والسيتي جاب جون. هنا خلاص الكل قال الماتش خلص. شعور اليأس كان مسيطر على الكل، في الملعب وفي المدرجات الأمل كان يعتبر صفر. بس فجأة في الدقيقة 90 كل حاجة اتغيرت. جول رودريجو بيسجل، ومن العدم ظهر أمل بسيط جدا. وبعدها بدقيقة ونص بالظبط عملها تاني، جونين في دقيقتين قلبوا الماتش تماماً. وفي الوقت الإضافي ضربة جزاء من بنزيما كملت المعجزة. السيتي كان في حالة صدمة مش طبيعية. السؤال هنا، هل الغلط كان غلط جوارديولا في التغييرات؟ ناس كتير قالت كده. لأ، التحليل بيقول إن التغييرات دي كانت ضرورية. كان في لعيبة مصابة ولعيبة تانية مرهقة جدا. يعني المشكلة الأكبر للسيتي ما كانتش تغييرات، المشكلة كانت في عدم وجود مهاجم صريح يخلص الهجمات. وهنا بنوصل للنقطة الأهم في تفسير فوز ريال. الموضوع مش مجرد حظ. الفكرة ما كانتش شخصية البطل وخلاص، لأ، الفكرة كانت الإصرار لحد آخر ثانية مهما حصل. وده يخلينا نسأل، بعد كل الدراما اللي حصلت دي، إيه اللي ممكن يكون مستنينا في النهائي؟